اسمها ايه؟ لوكيك. اسمها ايه؟ لوكيك. لو جت تحت هنا اسمها ايه؟ لوكيك. طب لو جت هنا فوق في الضلع هنا او في الصدر اللي قدام، ممكن اضربه كده شمال من قدام واضربه هنا في الضلع من الجنب. تمام؟ ممكن اضربه في ظهره وممكن تيجي في ظهره، بس في الكيك بوكسنج ما بتتحسبش. ضربه في الظهر في الكيك بوكسنج ما بتتحسبش، في الكونغ فو في الساندر بتتحسب. تمام؟ طيب لو جبتها في الفرد بتاعها اسمها ايه؟ لو كيك. طب لو جبتها في الضلع هنا اسمها ايه؟ راوند هاوس كيك. راوند هاوس كيك. لو جبتها بقى فوق في وشه ودي ليها فيلم تاني يبقى اسمها ايه؟ اسمها هاي كيك. هاي كيك. تمام؟ تعالى كده عشان تصفي الانيميشن. تمام؟ نجيبها هنا كده اسمها ايه؟ لو كيك. هجيبها هنا راوند هاوس كيك. هجيبها فوق هنا لو كيك. هاي كيك. هاي كيك. طب هاي كيك راوند كيك دي فين؟ بالصين صح؟ بالانجليزي كده بالانجليزي. تمشي في الكيك بوكس، بتمشي في الواي فاي، بتمشي في الام ام اي. طب في الكونغ فو في الساندر اسمها ايه؟ اسمها بيانت واي. اسمها ايه؟ بيانت واي. في الكاراتيه اسمها ايه؟ الكاراتيه اسمها مواشي جري. مواشي جري. تمام؟ في التايكوندو اسمها ابطال. اسمها ايه؟ ابطال. معايا في اللعبه اللي انا بلعبها، الالعاب اللي انا بلعبها كيك بوكسنج، مواي تاي، ام ام اي، ساندر كونغ فو اسمها ايه؟ راوند كيك. الساندر بس عشان بالصيني اسمها ايه؟ بيانت واي. بيانت واي. طب الاثنين اللي احنا قلناهم دول الكاراتيه والتايكوندو بالياباني والكوري ده ثقافه عامه ليك انت. بالياباني اسمها ايه؟ مواشي جري، وفي الكوري اسمها ايه؟ ابطال. ماشي؟ اتفقنا؟ ناخد الاسماء دي ثقافه ليك انت